إنه لشرف عظيم أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المشروع الفريد والواعد، والذي سيساهم لا محالة في تعزيز الجهود المبذولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، خاصة وأن هذا الإقليم الفتي يعرف خصاصا كبيرا فيما يخص الموارد المائية، حيث يبقى سد يوسف بن تاشفين المزود الرئيسي للإقليم بالماء الصالح للشرب. كما أن من شأن هذا المشروع الفريد في المغرب وشمال إفريقيا والواعد من خلال توفر الظروف المناخية والطبيعية الملائمة لنجاحه، متمثلا في الضباب الكثيف بالمنطقة وتواجد ضغط جوي مرتفع في محيط مائي ذي مياه باردة، إضافة إلى التضاريس الملائمة متمثلة في الحاجز الجبلي الذي يتراوح علوه ما بين 500 و 600 متر فوق سطح البحر، أن يوفر موردا مائيا بديلا غير مستهلك للطاقة، غير مكلف الصيانة، وذي جودة مياه عالية لساكنة 5 دواوير تابعة للجماعة القروية 2 ملو، كما أنه سيشكل نموذجا يحتذى به في باقي مناطق بلادنا ذات الطبيعة والمناخ المشابهين. أيتها السيدات والسادة، أود أن أغتنم هذه الفرصة التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للماء، والذي يخلد هذه السنة تحت شعار الماء والتنمية المستدامة، لأذكر بإيجاز بالمجهودات الجبارة التي بذلت على مستوى الإقليم من طرف مختلف المتدخلين، والتي استهدفت تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية. فخلال الفترة التي امتدت ما بين 2000 و 2009 تم تخصيص ما مجموعه 152 مليون درهم لتزويد عدة جماعات قروية بالماء الصالح للشرب. كما برمجت عدة مشاريع في نفس الإطار ب 112 مليون درهم خلال فترة ما بين 2010 و 2017. كما أنه وسعيا لتعميم تزويد العالم من قرب الماء الصالح للشرب، ارتبط المكسب الوطني للماء الصالح بإنجاز مشاريع في إطار 3 أشطر من برنامج الشراكة المغربي الألماني KfW، استهدف ساكنة 83 دوارا، وأيضا بإنجاز مشاريع في إطار التعاون المغربي الإسباني. أرسكر المشروعات نسمونا أمن تاغوت نبدأ كيس 2006 ار 2011 نتعبر اللي ونفاقس اماني فولكيني رنطامس كران مراو دوزكن يترو غل متر كاري، ومن بعد نبدا 2011 بدات نبنى من دراري اللي غا 1225 متر يقصي دوار كران 9 كيلومتر الكاناليزاسيون اللي نقيس تينوطفيوين كران 470 طن باش نسمونا منتاغوت. اشكو منتاغوت يغدوش كان يخصك تنسموت يخص الدار كيلي الاتساع، وكان غير الحمد لله تي من كشمس ستقما تيم غارين هاد اللي كانتين ختم راه غاصه ديال هاد السنفوند باش حتى غير دور نرادا سنتنرز باش هادو رزمتي وامان ولا دار درسنتي للماكينه تستخدم لي سي ام اس باش كنا تذكر المشكله تقمي الذكرى راه تتزن، وكان غاداتي البدايه كغير ديال غراس الحمد لله تي غراس الماغ باش هدا تنسعد باش نسغلي نغليها راه في دار غير اللي غلا الشباكين الضويله ايوا نسمو قول باش نفكر المشاريع ورثني لح ان شاء الله يمكسي ميكاسيكشن ورا مسوق دور. السلام عليكم سيد كاتب العام، أصدقائنا من سيدي إفني والمنطقة، باسم السفارة الأمريكية يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم لتدشين مشروع تجميع مياه الضباب واستعمالها لتزويد المجموعة من دواوير والمدارس بالماء الصالح للشرب. أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم لمشاركتكم احتفالكم هذا والذي يتزامن مع اليوم العالمي للماء، يوم ذو أهمية قصوى نظرا لضرورة التذكير بأهمية الحفاظ على الماء واستعمالها بطريقة عقلانية. إن السياسة الحكومة الأمريكية سواء داخلية أو خارجية
تشجع وتدعم الابتكار والبحث العلمي، وإننا نثمن بشكل كبير مشروعكم هذا، والذي يقدم أحسن مثلا على الحلول البديلة ممكنة لبعض الإكراهات، كما هو الحل بالنسبة لقل الماء. يتطلب العمل الجاد المتواصل وتوحيد كل القوى الهية بالمنطقة، وهو ما قامت بجمعية دار السي أحمد بالشراكة مع مؤسسات حكومية وغير حكومية. لذلك تعتز السفارة الأمريكية بمشاركتها في هذه الإنجاز. الجمعية بهذا المشروع الذي عملت فيها جاهدة الإيجاد حل عبقري لمشكلة الماء في المنطقة صعبة للولوج وشبه قاحلة والجبلية بالمياه، كما أنو بتنبيه للمقاربة للتشاركية وإشراكها الفعاليين. اليوم دشنا مشروع حصد الضباب، وحنايا هنا في جبل ديال ايت بعبران بصفة خاصة في دوار ايد سوسان، وهذه فرصة عجيبة لأن هذا البرنامج هذا خدمنا فيه تقريبا 11 سنة، واليوم الحمد لله كانت التدشين ديالو، والناس شافوا بأن فعلا الضباب راه ممكن يكون حتى هو واحد المورد واحد آخر لحصد المياه، مادام أن المياه كتكون قليلة وكيكون ضباب كثير. ومشروع يعني اللي يجدد في جميع مجموعة ديال النواحي، ماشي غير ناحية الضباب، كذلك المشاركة ديال النساء والمشاركة ديال الناس ديال الدواوير هنايا. وكنتمناو بان غنزيدوا للقدام ويكونوا بحوث اكثر باش نديروا نخدموا اكثر في الضباب ان شاء الله. نقدم اعتصامات الساكنه اللي كانت دارت تعاني المشكل ماس ندره المياه ماس المنطقه يشكل المشروعات اللي ديتي الجمعيه دار السي احمد اللي فانيه تفوت المنطقه يا الرغبه الساكنه باش تستقر السرور تحاول تفوق تمازير شكون الماء يكون السمي ضروريه ملحه ماس الحياه. انت كان مصدر الاستقرار بالنسبه للساكنين، غيك اللي سي يوفر يات الفرصه الدراري ادوريز صفوف الدراسيه اللي كان المكان الطبيعي غانا فانتيني كني غير كني كساكنه كشم سي دار سي احمد جمعيه دار السي احمد كشركاء امام المشروعات من فياس كال على اساس كسكرنا نوطفا كسكرنا الشوارز كسكرنا الستاسيونات اللي غادي المحطات توزيع المياه غاينا فانتيران تشكر يمكن كجمعيات ومجتمع مدني امام المنطقيات دار السي احمد فالمجهودات اللي قدمنا المشروعات شكون وفرنا جميع الامكانيات، وفرنا خبراء باحثين الامكانيات الماديه من اجل الانجاح ديالو. كلمه اخيره داريا تيري غتشكر رئيس جمعيه دار السي احمد في الشخص السي عيسى الدرم في المجهودات اللي قدم مس الميدانات. مشروع دي فولكي يسمى استقال المواطنين يسمى تم شيء يسمى الحمد لله، ولكن الله يجازيكم بخير نكري اللي قالنا ولا طريقه غير سكسنت، وهذا هو السلام.